فاحنا مشكلتنا الأيام دي الفعل واللا فعل. تدخل في صلاة وتطلع منها أكنك ما صليتش، تدخل في صوم وتطلع منه أكنك ما صمتش، تدخل الكنيسة وتطلع أكنك ما دخلتش، تروح تقعد مع أبونا في توبة حقيقية واعتراف ويتضح أن أنت مش قادر تبطل، فتبت وما تبتش. وهكذا زي ما بقول مشكلة كبيرة جدا جدا ان الانسان يعمل حاجة وأكنه ايه ما عملهاش. طب يبقى الرصيد ايه في الاخر؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. ولو الانسان فوجئ في اخر حياته انه كل ده اتعمل وما اتعملش، يبقى المحصلة ايه؟ يبقى ضيع كل الفرص اللي ربنا اداها له. عشان كده يبقى لابس الثوب ولكنه ليس الثوب الايه اللي ربنا عايزه. يعني لازم يبقى الثوب اللي ربنا عايزه. الحقيقة في آيات كتير قوي عن القداسة المرتبطة بالله. يعني مثلا زي خروج 15 عدد 11 يقول: من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب. شوف لما يوصف مجد ربنا يقول الثلاث حاجات دول: معتزا في القداسة، يعني محدش في قداسة ربنا، مفيش حد في قداسة ربنا. معتز في القداسة، محدش زيه. وده اللي بيتقال عن شخص السيد المسيح له كل المجد، رغم انه عاش حياة إنسانية زينا، يأكل ويشرب وينام ويقوم ويكلم يقابل الناس، لكن معتز في القداسة، قدوس، محدش مسك كلمة ولا حرف غلط، كامل في سيرته، معتزا في القداسة، محدش زيه. مخوف بالتسابيح، يعني لما تسبح ربنا وتقول صفاته تخاف، لأنه صفاته محدش يقدر يوصل لها. صانعا عجائب، كل أعماله عجيبة، معجزة. يقول لهم املأوا الأجران ماء، يقول لهم استقوا فيشربوها يلاقوها ايه؟ خمرا جيدة. خالق حول الماء إلى خمر جيدة. يقول له قم احمل سريرك وامشي، يحمل سرير ويمشي. معتزا في القداسة، مخوف بالتسابيح، صفاته اللي بتبان في التسبيح مفيش حاجة زيها، مفيش حد. عشان كده قال لهم من منكم يبكتني على خطية. يقدر حد يقف يقول من منكم يبكتني على خطية؟ مين يقدر يقول كده؟ صانعا عجائب. السيد المسيح علمنا ان مش بس الانسان يحب القداسة، لكن يكره الخطية. كلنا بنحب القداسة، لكن في كتير مننا بيحبوا الخطية. ازاي يجمع بين الاتنين بقى؟ حب القداسة وحب الخطية، ازاي؟ عشان كده السيد المسيح كان يكره المعصية، يكره المعصية. وعلى فكرة كمال التوبة يقدر الإنسان يحددها بكراهية الخطية. التائب الذي يكره الشر، زي ما قيل أيضا عن الله أنه كاره الشر. طب نيجي للإنسان بقى. شوف أول ما قيل عن الإنسان تكوين 1:26 يقول لك إيه؟ نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. يبقى ربنا لما فكر يخلق الإنسان يخلقه زي مين؟ زي هو. يبقى كاره للشر، محب للخير، وصنع عجائب. بنسمي مريمينا ايه؟ عجائبي. الكنيسة أعطته هذا اللقب مش تفضلا يعني، لكن إقرار حقيقة إنه صنع عجائب.
فسمي عجيبي. عشان كده أول نقطة في القداسة أحبائي إن احنا مدعوين أن نكون شبه الله في حب القداسة وكراهية الخطية. طول ما الإنسان بيحب الخطية لا يمكن يصل إلى إلى القداسة. يبقى زي واحد دايس على البنزين والفرامل في وقت واحد، ممكن؟ وعايز يمشي ولا عايز يقف؟ وعايز إيه؟ هي دي المشكلة. دايس على البنزين عايز يمشي، طب يدوس على الفرامل ليه؟ مش هيمشي. وده اللي أنا قلته في الأول، الفعل ولا فعل. واحد مواظب على التسبيحة جدا، أو بعدين يطلع من التسبيحة لكنه ما سبحش. مشكلة الإنسان إيه بقى؟ أن الخطية دخلت إليه. شوف في رومية 5:12 يقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. من البدع الحديثة اللي بتتقال إن الإنسان ورث الفساد ولم يرث الخطية. لك ذنبه إيه الإنسان إنه يرث الخطية؟ من الهرطقات اللي ظهرت حديثا يعني، والناس اللي بيعلموا غلط في هذه الأيام. يقول لك يعني ربنا عادل، آدم اللي غلط إحنا نورث ليه خطيته؟ ده ضد عدل الله. ضد عدل الله إزاي؟ لما حضرتك تجيب بذرة وبذرة فيها عيب معين، مش العيب ده هيطلع في الشجرة كلها؟ طبعا وضع طبيعي ومنطقي جدا. يقول لك لا آدم اللي غلط، لكن أنا ما غلطش، أنا مالي؟ أمال بتحب الشر ليه؟ حتى بعد ما تتعمد، حتى بعد ما بتاخد الأسرار المقدسة، ليه؟ لأن الإنسان العتيق لازال لازال موجود. القديس امبروسيوس يقول في آدم سقطت أنا. شوف كلمة قوية جدا، في آدم سقطت أنا وفيه طردت من الفردوس وفيه مت. حد مش هيموت؟ فكيف يردني الرب إلا بأن يجدني في آدم مذنبا إذ كنت هكذا، أما الآن ففي المسيح أنا مبررا. لو حضرتك قلت إن آدم اللي غلط وأنا ما غلطتش، طب ما المسيح اللي بار وأنا أبقى بار زيه إزاي؟ برضو القديس يعقوب السروجي يقول لما قال الله نصنع إنسانا تنازل ليعمل بيديه مثالا أعظم من كل الخليق، ومن أجل هذا لم يقل ليكن آدم، بل نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. عشان كده أول حتة في القداسة إنك تحس إنك مخلوق على صورة ربنا.